معا نرسم الغد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج مساحة من الصراحة عبر منصات قناة الثانية. ضيفي لهذه الحلقة شاعر مهم من شعراء العراق الذي لعب دور بصراحة مهم في خارطة الشعر الشعبي، الشاعر العراقي الأستاذ علاء المغشغش. أهلا وسهلا بك أستاذ علاء وشرفت. أهلا بك أستاذ أحمد، وشكرا لك، شكرا لبرنامجك ولجميع الأخوة الحاضرين، وأتشرف. الله يعزك، الله يسلمك أبو عباس. أبو عباس، بداية علاء المغشغش، هل كنت تطمح للوصول أم مجرد وسيلة ترتب فوضى المشاعر؟ يعني بالحقيقة هي بالبداية أول ما ينبدي الشعر مو بس، يعني ما أعتقد بس عند جميع الشعراء أنه الشاعر يبدي بدون تخطيط، يعني يظل يكتب الشعر، يعني يغازل المواضيع اللي تصير قدامه بكتابة الشعر. نعم. بعدين من يدخل للوسط الشعري يبدي يصير عنده احتكاك، ويبدي يصير عنده يرتب. نمط، انه تبدا عنده المنافسه، تبدا عنده النظره لذوق الجمهور، جيد. تبدا عنده هذه الاشياء. فبديهيا اي شاعر من يبدي ما راح تكون عنده نظره انه ما عنده خارطه يمشي عليها. اي وين نعم. وين يريد يوصل يعني. جيد. استاذ علاء، برايك يعني هل لا زال الشعر بخير؟ اكيد الشعر هو دائما باقي بخير ويبقى بخير، وحتى لو تمر به فترات، يعني تمر به فترات يصير به ركود، بس الشعر دائما بخير. والشعر زين، هاي الفتره استاذ علاء الشعر باوج عطاء له؟ لا، الشعر ما بي اوج عطاء، ما بي. الشعر ما بي اوج عطاء، بس هي اذا تقول اوج عطاء مثلا تجي للشعر مثلا الجاهلي، الشعر الجاهلي نعم تقريبا هو هذا بالشعر بصوره عامه. نعم. تقريبا نعم. هو اوج عطاء، الشعر الجاهلي اوج عطاء، لأن علي انبنت أساس الشعر وأصبح هو مدرسة الشعر. أما مثلا يمكن بالنسبة للشعر الشعبي، نعم، يمكن أوج عطاء بالسبعينات. إيه، بس ما متأكد لأن ما مطلع على الشعر 100%. يعني يجوز مثلا بعد 3 سنين 4 يجوز يتغير رأيي، يجوز يصير مثلا عقبة الثمانينات التسعينات تصير هي. بس لحد الآن حسب قناعاتي لقراءة الشعر الشعبي أنه السبعينات هي أوج وأجمل فترة للشعر الشعبي. زين، المقاييس الحقيقية القصائد شلون يعني للعطاء؟ هسه أنا قلت لك، أنت قلت لي السبعينات هي الأوج عطاء للشعر الشعبي. ايه. زين، المميزات السبعينات يعني القصائد أو لو شنو؟ لا، المفردة الموجودة بالسبعينات نعم. انفرضت على بيئة مو بيئتها، يعني البيئة الجنوبية كانت نعم. ما إلها رواج بيم وسط العراق. نعم. بس قدرت تنفرض المفردة، وقدرت تطلع وتوصل وتعبر شو اسمه حتى وسط العراق. جيد. فهي هاي من انفرضت المفردة على الذائقة العراقية بصورة عامة، وصار اكو نمط للشعر الشعبي بهذه القضية، انه تعتبر هذه اوج مراحل الشعر الشعبي. بعد ما ادري، قلت لك انا ما جازم 100%. نعم. يجوز بعد 2 3، يجوز بعد شهر من يكتمل عندي، يجوز يتغير تفكير بنظريتي للشعر الشعبي. بالنسبة لعلاء المغشغش، ظهوره الإعلامي يا سنة؟ يعني هو أول منصة صعدتها بال 13 2013 تقريبا، هي هاي أول منصة. وبال 2000 يعني بداية الميديا وبداية الشعر يتوجه للميديا والناس تنشر. نعم. والناس وأكو منافسة بين المحافظات. جيد. والمنتديات والملتقيات الشعرية. فبال 14 والأحداث اللي مر بيها البلد، نعم، وقمنا نكتب الوطنيات، فانتشرت القصائد. يعني فترة انه خلينا نقول ولو هي مو لطيفة. نعم. يعني الشهرة صارت يعني بال 14 تقريبا. اما كتابتي للشعر لا. جي. يعني كتابتي للشعر تقريبا بعد السقوط، بعد الاحتلال بديت اكتب الشعر. زين استاذ علاء، انت اول ما طلعت للاعلام البعض قالوا ينتمي لمحافظة غير محافظة، فهذا الظهور الإعلامي للشاعر من غير محافظته هو جانب سلبي لو إيجابي برأيك؟ والله هي مو مرات الظروف أو الفرصة تجي ما تجيك، يعني مثلا من محافظتك مو قصور بمحافظتك. نعم. بس يعني تعرف أنه كانت
كانت بالبصره هي. نعم نعم. كانت بالبصره اغلب المهرجانات فتره ال 13 وقبلها. نعم. اغلب المهرجانات الوجدانيه اللي محتضنه الشعر بهاي الفتره وعندها حركه شعريه قويه محافظه البصره. فبدت مقاطعي تطلع من البصره، قصائد تطلع من البصره. يعني اول فتره عرفت من البصره، بعدين الناس لا درت بي انه انا من الناصريه ومن سوق الشعر. جيد. ابو عباس، جيلك تعتقد بانه هذا الجيل جيل علاء المغشغش يضاهي الجيل اللي سبقه؟ احنا شوف، هي لحد الان ما تفرز المرحله. كل انسان كل انسان وعنده راي بالجيل. نعم. والراي الاعم انه 10 سنوات او بس هو بعدها ما فارز المرحله جيلنا. يعني انا نظرتي لنفسي. نعم. بعد ما اعرف. نعم. يجوز اكون غلطان، يجوز اكون صادق، انه بعدني ما فارزتني المرحله. هل انا راح بهذا العمر اقدر انه اكون شاعر منافس للشعراء بالاجيال السبقتنا او لا؟ فهذا الجيل بعده انا حسب نظرتي. نعم. جيل يحكي عن جيلك. نعم. انه بعد ما فرزت المرحله حتى يبقى ينافس الاجيال الباقيه. يعني 10 سنوات اقل شيء؟ لا، هذا الماشي 10 سنوات، اما انا اقول يعني حسب نظريتي اكثر. يعني 10 سنوات ولو يعني يمكن على مود وقت البرنامج، بس 10 سنوات يعني ما تطي الشاعر. لا ما تطي الشاعر. والله ما تطي الشاعر 10 سنوات حتى يقدر يوصل يصير عنده جزء تقريبا 70% بس بالتعامل مع المنصه. قراءة الجمهور، ذوق الجمهور، معرفة الجمهور. يعني هذا رأيي بعد ما أعرف. يعني الشاعر تقريبا يحتاج 15 سنة يلا يثبت على المنصة ويعرف ذوق الجمهور شنو. جيد. خلينا نسمع من علاء المغشغشي. يعني أنا أقرأ لك قصيدة. هي الموضوع هذا تقريبا اندثر، بس هو موضوع بالتسعينات كان له دور. نعم. القصيدة تحكي عن وهو هذا الفقر والعوز. نعم. موجود يعني بكل زمن. فهي تقول: متروس قلبي وجيبه خالي، ومتعوب سماعة ملالي. الله. متروس قلبي وجيبه خالي ومتعوب سماعة ملالي، واسمي بسجل كل الدكاكين، وبس لا أموت وهيج حالي، وبايدي حيل قماش مدفون، وما أدري بيها شلون تالي، وشي عدله وقته هواي تعبان، وملتف مثل طرف الزوالي. الله. واصعب شعر الرجال ويموت لمن يطب للبيت خالي. الله. اصعب شيء على الرجال ويموت لمن يطب للبيت خالي، والمشكله ما حد يحس بيه، والناس ما تعذر يا والي، وهو احنا شي ما عندنا شي نقول، بالسوق كل شي صار غالي. الله. ومنيت اشتري وما اسال ببيش. الله. ومن ندر ما اسحب سؤالي، ومنيتي اشتري وما اسال ببيش. ومن ندر ما اسحب سؤالي، وكون انا عدي واطل الناس. لا. وكون انا اوزع من حلالي. وكون انا لعزم ربعي كل يوم، مو دوم يطون ببدالي. الله. وخلها الحكومه وموش ديان بالباب من يوقف شوالي. الله. خلها الحكومه وموش ديان بالباب من يوقف اشوالي، وشندو بضل ما طلع الصغار خاف انحرج دوم على بالي، ومن جارنا اشتغل الثوابات لما نرد الصحن خالي. الله. من جارنا اشتغل الثوابات لما نرد الصحن خالي، منيت وتطق بيد العلالي، ومنيت اشتري بيت الجهالي، وما ادري عمر الخلص شلون، وما ادري بيها شلون تالي. الله. الله. هي هاي مشاعر ناس، يعني اغلب الناس. ابو عباس، هاي الحقبه مرت بيها؟ شوف، هو اي عراقي او اي ناصري جنوبي يمر بهيج حقب يعني، ومرات مو انت تمر بيها، مو بالضروره يمر بيها صديق، يمر بيها اقارب، فانت خلينا نقول عليها تاخذ هاي الشخصيه وتعيشها كقصيده حتى لو انت ما مار بيها. علاء، كون الله يقول لي هاك هذا تراب وانت براحتك سوي لك بنيه. لسوي لي مره مو بس علي تغار علي من تلتفت تقطع الترشيه، لقيتها بعدك. يعني الملاطفه. نعم. هسه قبل يسوي مثلا بنيه تغار وتقطع الترشيه، هسه يسوون فيلا بوتوكس. المهم، شوف، هي مو ما الاقيها طبعا. انا رجال متزوج. نعم. وعلاقتي بزوجتي كلش جيده جدا يعني.
والحمد لله والشكر، وعنده ابناء والقطار فاتان. بس اقرا لك التعبير. انت بس لقيت لو ما لقيت؟ هي هاي انا هسه تشلق السالفه. لازم علاء، مو انت يعني هاي القصيده اللي قريتها انت هي تحاكي مشاعرك، ام اكو واحد مثلا قال لك يا علاء اكتب لي ترى انا هيك وضعي اريد ادور لي على مراه بهاي المواصفات؟ لا، هي مثلا هي هاي قصيده يعني مال وقت مراهقه يعني، ايه تمر بيها يلا الناس. خلنا نعبر صاد بها رجال نحرج انت. حتى استحيت. ايه اي ابو عباس، هاي تقول احبه ايه وحيله غار وكلش اشتاق. خوش مقطوعه هي مو قصيده. نعم. احبه وحيله غار وكلش اشتاق، ومجرد ما تصح فرصه اعتنيله، واطلع واحنا نمشي الشاقه وياه، ومثل جاهل على ذوق اشتري له، الله واقول له قد احبك وانا فرحان، وتمر ساعاتنا كلش قليله. الله وتمر ساعاتنا كلش قليله، بس مرات احس بروحي غلطان، وماشي بسالفه كلش طويله، يكسر خاطري احس تاخرت، بس مرات احس بروحي غلطان، خوش وماشي بسالفه كلش طويله، احس تاخرت ومأخره وياي، احس ان قوه قام يشوف جيله، يكسر خاطري وقلت احسن انساه، اسد كل شي واعوفه باي وسيله، بس ارجع مثل ذاك الكذب ذاب شي منه ويرد يرجع يشيله. الله هسه ارد افتهم زين انا مو زين، اقل لانساني لو كلش ثقيله، لو ابقى على وضع امتاني الايام، هذا اللي يمشي كل خطوه بدليله. الله. لا انا اللي اخذته وكل شيء خيصير، ايه ولا انا اللي تركته بحر سبيله. الله ابو عباس. من جمال قصيده علاء المغشغش. احبتي المشاهدين، فاصل وبعدها سنعود لتكمله هذه الحلقه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل، وهذه الحلقة من حلقات مساحة من الصراحة. ضيفي مجددا نرحب به علاء المغشغش، الشاعر العراقي المبدع. حياك الله أبو عباس، كل الهلا. الله يحفظك. الله يحفظك. أبو عباس، يتهم هذا الجيل الحالي بالاعتماد على الأداء المسرحي أكثر من النصوص الشعرية الداخل النص الشعري، فأين يقف علاء من هذا الاتهام؟ مو اغلب الجيل، اكو شعراء هي طريقه القائها، يعني شو يسوي هو الله خالقه بهالطريقه هاي، يوصل قصيدته بهاي الطريقه. انت بعدين من تجي كمتلقي او كناقد شعبي، احنا نحكي على الشعبي. نعم شعبي. ايه كناقد شعبي، انه انت بعدين تستعرض النص بينك وبين النص، تشوف النص هو يستحق ان يكون قصيده او ما يستحق ان يكون مو قصيده. يعني اكو شعراء يعتمدون على هذا المجال، يعني اكثر من نص، يعني اكو موجودين. يعني شلون يعتمد هو بالاداء المسرحي، يشتغل بالاداء المسرحي اكثر من هسه هي مرت فتره بس حاليا ما جاي اشوفه. والله ما جاي اشوفه. هو كل شاعر عنده طريقه بايصال القصيده للجمهور. اكو قصيده هي يعني مثلا واكو مغالطه بالموضوع. يعني اكو قصيده تستوجب التمسرح، واكو قصيده ما تستوجب. يعني انت عندك والشعر بمفردات تفرض الارتفاع بالطبقه بالصوت، انت تريد تقول سيف، صح، مو مثل ما تقول ورده. اكو فرق، يعني لازم توصل الورده كورده وتوصل السيف كسيف. يعني هاي القضيه يعني، وكل شاعر وعنده طريقه يمشي بيها. زين استاذ علاء، اللي يوصل النجوميه، المجاملات لو النص لو شنو؟ لا شوف، انا بالنسبه لي عندي نظره بهذا الموضوع، انه اقول النجوميه رزق. والله رزق من الله سبحانه وتعالى، مو تخطيط. يعني لا ما اعتقد تخطيط، لان انت واحد ينشر له مقطع وينام، يقعد الصبح يلقى الجو مشتعل صح عليه. فعلا. فالله سبحانه وتعالى
مرات يطل الانسان هاي هذا التوفيق. النجوميه. نعم. هاي النجوميه مرات هي فتنه، مرات انت تقدر تعبرها، نعم. ومرات يعني تؤدي بيك الى مهالك، يجوز تاذيك يعني نعم. اكثر من ما تفيده. فالانسان اللي تجي هاي النجوميه لازم يكون صدره رحب إلها ويحتويها، مو هي تحتوي. جيد. ابو عباس، خلينا اخذك الى مساحه انت تحبها وتعشقها، واغلب الناس عرفت علاء المغشغش بهاي المساحه. حبك لسماحه السيد مقتدى الصدر. اريدك تسولف لي على اللقاء اللي جرى بينك وبينه. يعني هو سماحه السيد احنا التقينا به بالمضيف. نعم. اي الحمد لله والشكر. يعني شلون يعني صار اللقاء؟ مو انا شفت اكو منشور الك يعني الطالب بلقاء السيد مقتدى، اعتقد يعني. لا ما نشرت انا والله. احنا شوف خلنا نحكي. انا يعني واعتبر نفسي صدر قديم. والله صدر قديم يعني قبل لا تكون شاعر. اي قبل لا، لان انا ابن عائله صدريه. نعم. يعني فوعينا على يعني طفولتنا على محمد الصدر، وشبابنا على مقتدى الصدر. وبهاي القضيه يعني صار آل الصدر كل كياننا يعني. لا. فاللقاء بسماحه السيد هو عن طريق المضيف، هو رزق من الله سبحانه وتعالى. انا شريد من عندك ابو عباس، وبركه الحسين سلام الله عليه. الله يحفظك ان شاء الله. شريد من عندك، اريد من عندك تفصيله الصوره المغوشه اللي نزلتها انت مع سماحه السيد. وثاني يوم اكو صوره واضحه. شنو اللي صار بالصوره المغوشه؟ بعد يقول على رحشه ايده بعد هي اكو طبعا يعني رهبه وجود السيد. اكو شعور طبعا. والله مو انا يعني قلت لك السيد عايش وياي، يعني احسه عايش وياي يعني. هذا اول لقاء قد تكون مبالغه يعني، بس الناس يعني تاخذها مبالغه. بس امانه الله يعني انا انه احس سيد مقتدى الصدر يعني عايش وياي. الله. عايش بروحي. فهو قلت لك يعني انا كتبت ابيات هو على هذا الموضوع. ثاني يوم ثاني يوم اول يوم هاي الرحشه لجت. يعني شلون صار ثاني يوم؟ انت تواجدت من اكو مقطع فيديو انشر وكاظني سيد عون. نعم. كاظني وقال هيك. المهم اكو تفاصيل ما لنا علاقه به. لا مو احنا نريد نعرف هاي التفاصيل ابو عباس صراحه يعني. احنا عندنا فضول نعرف هاي التفاصيل. اسمعني سيد عون ايش قال؟ سيد عون ايش قال السيد مقتدى؟ لا للامانه والله ما لك علاقه. من اجى السيد قال له اسمعني، من اجى السيد انت ليش تحفل لا مو اريد اعرف التفاصيل لان الجمهور هم يريد بصراحه يعني. يا اخي الجمهور هاي خطب السيد ترزل الدنيا يروح. لا يعرفون هاي، يردون يعرفون هاي التفصيله يعني شنو اللي جرى. وانا شفت لقطه سماحه السيد عون سولف ويا سماحه السيد مقتدى الصدر بحقك يعني. فاريد اعرف هاي التفصيله اذا تسمح لي ابو عباس. والله سالفه زينه بس ما اريد اقولها بحقك غير. اكيد احنا نريد نفرح. فهو من اجى السيد اسمع. من اجى السيد امانه الله. نعم. فانا كتب الذني اباوع من نجى وقلب ارتجف كله. خوش. هو من اجى هاي ثاني يوم. نعم. هو احنا ظل يطلع ويطب السيد وهاي نباوع عليه بس ما نضايقه يعني. نعم. نعرف ذوق السيد. بس من اجى قلت لك على مود الصوره وهاي من صاحني سيد. نعم. عون وقف يمه هاي. نعم. فهو كان اجى وانا واقف براس الموكب وهو اجى. فقلت أباوع من نجا وقلب ارتجف كله وخفق مثل الحمام البسمة تحله. الله. عشق 20 عام وشوق مال سنين وتعب واحساس خله ويلتقي بخله. بشر ظلمته الناس أباوع من نجا وقلب ارتجف كله وخفق مثل الحمام البسمة تحله. عشق 20 عام وشوق مال سنين وتعب واحساس خله ويلتقي بخله. بشر ظلمته الناس وبالصور مظلوم. مو مثل الصور لا بالحقيقة احلى. بشر مدري شنو كل ما تباوع بيه لا عينك تمل لا ينحفظ شكله. بشر كل ما مشى ودك تروح وياه وودك لو رحت بالدرب ترجع له. بشر يم اللسان يضيع لو بيسيف واذا يم صرت تحتار شتقله. بشر مثل النهر من كل كتر ينضاق ومثل اهلك عمر ما تقدر تمله. بشر مثل النهر من كل كتر ينضاق ومثل اهلك عمر ما تقدر تمله. بشر يم الفرح يوصل الصمت الايد. ابو هاشم بشر
يما الفرح يوصل الصمت الإيد، وبشر قد ما حلو بعين الحزن كحلة، بشر خلانا أفكر جا حسين شلون، الله بشر خلانا أفكر جا حسين شلون، من قد هيبته ونور العبر ظله، بشر مثل الجبل كل ما دنا بعيد، وهو الجبل يكبر اللي يوصل له، الصورة ويا فخر تنوخذ مو تاريخ. نعم. والواقف صدق والوقفة الصدق من راح توقف. الله أبو عباس. الله الله. أسأل الله أن يحفظ سماحة السيد العراقي مقتدى الصدر أطال الله في عمره. أستاذ علاء، أنت تعتبر الشاعر الأول بالتيار الصدري؟ لا، البعض لا أول ولا ثاني ولا ثالث. والله أنا يعني أصغر. شوف إحنا التيار، لا بعيدا عن التواضع، حسنا لا تقرأ يعني لا نكون واقعين يعني لا نسولف يعني الواقعيات ذني يعني مو شوف خلنا نحكي. الشعر يعني ما يقاس بحجم الشهرة. مثلا إذا كنت أنت شاعر عقائدي وصاحب يعني صاحب موقف ما ينقاس به، فأكو شعراء صدريين والأعم الأغلب من عندهم تعرضوا لضغوطات من قبل الذائقة ومن قبل الجمهور ومن قبل الناس، دفعوا ضريبة يمكن أنا ما دافعها. والله فذولا كل الشعراء ذولا سبقونا بالتجربة، هم أساتذتنا، لهم فضل علينا يعني. هواي من الشعراء يعني هيئوا لك المساحة. أكيد يعني هاي ضريبتهم يعني هيئت لك. أكيد يعني. وإحنا هم تحملنا حكي وناس ما راضية وناس راضية نعم. بس هم أصحاب التجربة الأولى هم خلونا شلون فكرة إنه تكتب قصيدة على آل الصدر يعني بهذا الموضوع. فهي هاي الوضعية. أما أنا بمرتبة الشعراء الصدريين آخر شاعر إن شاء الله. هسه نعتبر هذا تواضع لو شنو أستاذ يا أخي؟ مو تواضع، حقيقة جاي لا أنت أنا جاي أشوف هسه أنا جاي أشوف على صعيد المهرجانات وخاصة المهرجانات اللي يقيمونها التيار الصدري وبالأخص المهرجانات استشهاد السيد محمد الصدر متواجد الأكثر الأعم متواجد علاء المغشش. هسه نعمها يعني هاي معناتها علاء الأول غير؟ لا والله مو الأول والقرآن لا ذاتيا مقتنع الأول. نعم. ولا ثاني ولا ثالث، بالعكس أنا أصغر شاعر بالنسبة للصدريين وغير الصدريين يعني. أي بالله العظيم. زين هسه غير الصدريين أنت الشاعر الوحيد اللي بسوق الشيوخ طالع؟ لا عمي شو القضية وعلي؟ لا سوق الشيوخ غنية بالشعراء. سوق الشيوخ مو بس سوق الشيوخ يعني، هي المحافظة بصورة عامة والعراق هو بلد يتنفس الشعر، وإحنا شعراء حالنا حال العبرية يعني، حالنا حال الوادي. جيد. ننتقل إلى مساحة يعني من حب سيد مقتدى الصدر إلى حب أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنت عندك قصيدة على بصراحة نالت استحسان الكثيرين. هاي عشتها أنت؟ هي هاي القصيدة مال كانت عندنا صورة. إيه أريدك تسولفها يعني الأجواء بصراحة يعني. هاي القصيدة أبوي وأبوك وصديقي وصديقك هم كلهم أهلنا كلهم عايشين هاي المرحلة. فأريد أعرف أنت عشتها هاي مال يعني مال التمرة اللي تلزك بصورة أمير المؤمنين أو فشي هاي التفاصيل. شوف هو موضوع أمير المؤمنين اللي حجم أمير المؤمنين بداخلي. فظليت محتار شكتب الله وعلي ايش تكتب فعلا. ذولا شعراء أردبيل ذولا يعني يعرفون يكتبون على الإمام بس احنا ما نقدر نسولف هنا. فأنا ظليت محتار شو أكتب على أمير المؤمنين يعني ظل. فسبحان الله اجت هي هاي القصيدة. أغلب تفاصيلها اللي بالبداية بالصورة حقيقة عايشينها احنا يعني، وعاشت بينا هاي القصيدة. ومواضيعها كلها موجودة يعني بداخلي وبداخل بيتنا وبداخل مدينتنا يعني كلها. هي مدينة موالية الحمد لله. ايش يعني لك أمير المؤمنين؟ هو ايش يعني لي أمير المؤمنين؟ الدنيا كلها الله بالعباس يعني هو أمير المؤمنين. أنا جاي أشوف يعني علاء يعني أنت اطلاعك يعني هذا الاطلاع كله يعني أنت أنا بحكم احتكاكي بيك دائما تسولف على أمير المؤمنين. هو ينحد
هو ذاك اليوم شفت بودكاست الواحد مصري نعم. يسولف، هو لقاء خاص بامير المؤمنين. إيه. يقول له وحده من خلتني اجي على امير المؤمنين، انه هو الجواب البديهي العده يجاوبك على مساله بها 6000 الف معادله يمكن اذا تحسبها يعطيك الجواب بالاخير. يقول له ماكو كان هيك. هو علي سلام الله عليه حير. هسه نريد نحكيها بشعبيه. نعم. شو اسمه ما نتكلم فعلا. بالحديث فعلا. يعني هو والله العظيم يحير بشري. تجي خطبه الوسيله، تقرا خطبه الوسيله، منهج مال حياه كامل عجيب غريب، لا يدرك انه ما مثاره. الله. والحسين تسمعها ظل الصحيح الله ما الله. يعني شنو يعني امير المؤمنين عجيب. خبرني بالحسين خبرني والامام علي ما ادري شنو يعني ما ادري شنو. ايش كتبت لعلاء؟ يعني انا كاتب على امير. خلينا نقرا القصيده على هاي مال كانت عندي صوره وبعدين ننتقل للجديده مال غديريه اذا ممكن. لا انا ما دام عندنا يعني نقرا لا نقرا بس هاي وهاي مال غديريه وفي المنصه هاي الجديده. اي المهم نقرا بس. السيد المخرج يقول اريد هاي الجديده، اريد اثنين كل خدمه. هاي اللي تقول كنت صغير ارد من وقت مثل بدايتي مع علي. نعم. هي بدايتي مع علي بن ابي طالب وانا ابن الاحياء الشعبيه. نعم. كنت صغير ارد من وقت مثل الطير متعبني اللعب وهدومي مجروره. صافرت الاذان من اردرد للبيت اذكر والايام ببالي محفوره وكراتين ووصل من كان جام البيت. وصبغ وزرتنا ميت عايش كشوره قبل حتى الضوء اصفر يمكن من الخوف. الله. اذكر وحلش العشنات تسيوره وكانت عندنا صوره صغيره وسط البيت فلت بسمارها وجامتها مكسوره طاحت واهل كلها استغفر الله الصيح. كان طيحة خبز هيك اهل مذعوره وقمنا بساع الها ونكثناها بساع ولزقناها بتمر ما بقت مشموره. صوره المن قبل ما عرفه هو منين قرايب لو عرف ما مفتهم دوره ما عرفه منه بس لابس اخضر كان وعليه رسم الضوء وكان القصد نوره وحدر من عده سيف وشاق زيج السيف وكو يمه اسد وكتابه مشروره. اهلي شقد لي ينذرون وقت الضيجه من اريد انجح قمت انذر للنذوره. حتى اذكر قبل من ردنا مره نشيل اول ما قمت رحت اشلع الصوره من هدها وحب علي حسيت بيه هو اللي يطب ويا النفس لكن يظل جو منهدها وحب علي جريته واشبق بيه مثل الحاجته وماخذها بالقوه. علي يا اول صور كنت اشتريها صغار الله والزقهن قبال قد صور حلوه اذكر وبظهرهن ورق اصفر كان ما ذبه من شلعه واحس بيه يسوى خفت خاف من شلعه يطلع العباس. شفت اصفر قلت لا هذا مو هو الله. وكبرت ورحت ازورك رحت واهلي وياي واول مره احس براحه النشوه دخلت لحضرتك وببالي راح القاك الله. وطلعت وقمت اصيح ليش ما هو ابكي وبدو طب. من وصل للشباك صاحب فيض خبض ريحه القهوه عرفت الحب احساس الله. الفرقه موت صغير واللي يحب من صدق من يشم يتشوى على دعب قلبه تسمع كيف قلبه تعيش الله. ولو ميت صدق كان ماتت النخوه بس انت عليك الذهب ما منفوس الله. ومشيك شي عدل مبنيه لك خطوه علي بسيفك قبل تارس الفا وجنود ترى اشتبهت الناس الفاو مو تو طلعنا الجثث ما شفنا خوذه وخيط لقينا بروسهم طبره وطبع حذوه شلت ايدك قبل لا يقول ياه يقوم كنت طالب محمد بس كنت قدوه وطبيت الحرب تردم بديك الروس مثل الراد يشعل مشعل بحصوه اللي تطق على درعه بدرعه يلقى ضلوع وتشيل الزلم كان بالزلم عروه الله. ومحمد ينسى كل شيء ويظل باله وياك فوقاهم علي بعد ايدي تقوى الفقره يعوفهم سيفك لحم غزلان بس سمعوا بصيته ودروا بيسوى علي يا بير بر تفوت كلها علي الله. علي وللدنيا ربك خالق علي يا بير بر علي يا بير بر تفوت كلها علي وللدنيا ربك خالقك لقوا النبي اشتاق لعلي طلع مرايه ارتاح باوع شاف روحه وقال هالسشوى علي حنين وكان يعطش من يقول حسين الله. واذا شاف الحسن من وحدت له الله. الله ابو عباس الله. خلينا باسترسال امير المؤمنين ابو عباس امير المؤمنين أيوة. سلام الله عليه هاي بهذا الجو العظيم هاي يوم الغدير نعم يعني لسان حال احد الموجودين
يقول بيوم الغدير شمس والحر يطلع ريح القماش. خوش. هي يقول لك يوم يعني هاي بالروايه. نعم. يقولون كانوا يحطوا هاي الاكف مال ارجلهم يخلونها من حراره الشمس والنبي قاعد. موضوع مهم. نعم. شمس والحر يطلع ريح القماش والجو مختنق والكون صفنه. خوش. ولمانا النبي من جو الفياي وحدر حر الشمس حطنا وقعدنا. شمس والحر يطلع ريح القماش والجو مختنق والكون صفنه. ولمانا النبي من حدر الفياي حدر حر الشمس حطنا وقعدنا ودور بالوجوه دوار تضاع وهدأنا وهو بعده يباوع عنا وحسبنا بقلبه مثل اللي يحسب ضيوف. الله. ياهو الما اجا وياهو اللي لحقنا وحكى مثل الفصل حط بالحكايات. الله. ووصل يقرب علي وكنا التفتنا وعلي تو على وجهه منقد الشير. الله. وقاعد بالشمس ملموم جفنه يباوع للنبي ونص راسه مرفوع مثل الحدوه ودارع لسنه يباوع والعرق مثل الندى يطيح. الله الله. وخده من الشمس بلون حنه وعلى عيونه كبيره عيون تمثال. وحاجب ايد دله وروح رزنه ولحيته الحد رقبته وخاطها هلال. الله. وجماغه الخشن مجفي علمتنا. الله الله. وجماغه الخشن مجفي علمتنا ووجهه شويه طالع كأنه طلع مو كل الوجه بس خيط وجنه بس خيط وجنه وثوبه من التعب صاير ترف بيه. الله. وبثوبه السرح وبثوبه السرح وثوبه من التعب صاير ترف بيه وبسيف السرح متروس حضنه يباوع للنبي وما يدري بالناس. وصاحال النبي وقام وتدنى وقرب حد ما صفوا شخصين بفياي. الله. لحد ما قام ما ينشاف منه وكالضيد النبو شالاها للغيم لحد ما وصلت الحدمتنا ردنا. الله. لحد ما وصلت الحدمتنا ردنا منهدها وهيج صارت لحظة الفوز. الله. منهدها وصارت الفوز معنا. الله. النبي من شال يديه ندرب علي يصير علي من شال يديه كل صدمنا علي ما شال شفه وماكو بيسيف. الله. ويستاهل علي وفوقانا كنا على اول من دخل باوع للاسلام وبقى شقد وعلي من الشر دخلنا وعلي ويا النبي من نظف الغار وعلي ملقط الصخر وموخره عنه. وعلي تودي خديجه من النبي جوع ويطر البر ركض وصغير سنه وعلي من انجر غطاه يضحك للسيوف. علي من انجر غطاه يضحك للسيوف وعلي البفراشه ظل من احنا نمنه وعلي الناقل الطين الحمزه باني. الله الله. علي الناقل الطين الحمزه باني وعلي الدين البنا كله علمتنا. وعلي بوقت الحرب كم زلمه يخطيه ورغم بعده بقفا بس قدر ابنه. وعلي لما ركعنا محبس الطاع ودم الطاع علي لما سجدنا. علي ما حد يحسبك حتى تخمين. الله. علي ما حد يحسبك حتى تخمين ولا واحد وصل لك لو الدنه جو اسمك بقوا مثل النقطتين. وفوقاهم علي وفوقانا كل. الله الله يا علي. الله يا علي. حفظك ابو الحسن علي ابو عباس. الله يديمك. يعني بصراحه ختاميه عظيمه لابو الحسن علي. ابو الحسن فانا شاكر تواجدك وشاكر قصائدك وشاكر هذا الحوار الطيب الممتع. استاذ علاء وصلنا الى ختام هذه الحلقه، شو تحب السولف بالنهايه؟ والله احب يعني اشكركم واشكر جهودكم واشكر الاخوه الموجودين على قولتنا خلف الكواليس. نعم. تحياتنا خلف الكواليس. شكرا جزيلا لك ابو عباس، جزيل الشكر والعرفان. احبتي مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من مساحه من الصراحه. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج. دمتم بعنايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.